السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا. تعالى اقولك بقى، لو انت عندك وز بنربيه في البيت وبتسألي نفسك ازاي اخلي الوز بتاعي يبيض اكتر، يبقى لازم تركزي معايا في الفيديو ده، لان هقولك على وصفة طبيعية جدا وكمان شوية اسرار بسيطة لو عملتيها هتشوفي فرق كبير جدا في انتاج البيض باذن الله. اهم حاجة ما تنسوش تتابعوا قناتي وتدعموني حتى لو بلايك. الوصفة دي يا جماعة هتدي الوز مناعة قوية جدا وتنشيط البيض، وتعوضوا العناصر اللي هو بيحتاجها عشان يبيض. الوصفة هي يا جماعة معلقة توم، اللي هو يعني مقام 3 فصوص توم كده، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، ونص معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة كركم، وقشر بيض اطحنيه جامد. لو مش متوفر قشر بيض، في اللي هو الحجر الجيري او الرمل. هنخلط المكونات دي كلها بقى على العلف ونقدمها للوز. خليكم معايا. اهي يا حبايب قلبي بقلبها لهم على العلف. الكركم يا جماعة مضاد قوي جدا للالتهابات، ويحافظ على صحة الكبد عندهم يعني، ويقلل من الأمراض اللي ممكن تعطلهم في إنتاج البيض. أما الخميرة بقى فده مصدر ممتاز جدا الفيتامين بي، وتساعد جدا في فتح الشهية، ممتازة جدا في فتح الشهية، وبتزود الخصوبة وتنشط المبايض عند الوز. والثوم يا جماعة بيقوي جهاز المناعة ويطهر المعدة من الديدان بقى والبكتيريا، ويساعد في تنشيط الدورة الدموية. هتدي الوصفة دي للوز لمدة 15 يوم، مرة واحدة في اليوم. يعني انت لو تأكليهم الصبح واخر النهار حط لهم الصبح، وممكن اخر النهار تحط لهم بقى بواقي اكل وحاجات من دي، بس تمشي عليها 15 يوم والله العظيم هتلاحظي الفرق. هو كده كده خلاص الوز قرب يبيض، يعني بيبيض خلاص لاخر 9 لا في اول 10. فانت تمشي عليهم بقى بالوصفات الطبيعية دي، هتزود انتاج البيض. بدل ما هما مثلا بيبيضوا 6 7 ممكن يبيضوا 10. يعني بجد والله العظيم وصفة ممتازة جدا. امشي بس على الوصفة دي لمدة 15 يوم هتلاحظي ان صحتهم كمان بقت احسن ونشاط، وعندهم نشاط كده واهم حاجة التغذية يا جماعة. عشان الوز يبيض لازم تغذيه، يكون اكل غني بالبروتين، ولازم خضار يا جماعة. خلاص البرسيم على ما اعتقد بيزرعوه، ده لازم كل يوم تديلهم برسيم، برضو بيزود في انتاج البيض. والكالسيوم يا جماعة زي قشر بيض والحجر الجيري او رمل، ده كله مفيد جدا. لازم الإضاءة، انتاج البيض مرتبط عندهم بالإضاءة، يعني لازم يكون في إضاءة كتير. ممكن تقيدلهم لمبة يعني صغيرة بالليل، والذكر على 4 نوتش، ولازم الذكر يتطهر. هبقى انزل فيديو لمطهرة ذكر الوز. ومشيتي على الوصفة دي لمدة 15 يوم وطبقتي النصايح دي، هتشوفي فرق كبير جدا في انتاج البيض عند الوز عندك، ومعدلات عالية جدا. جربي وقوليلي في التعليقات ظهر معاكي نتيجة بعد قد ايه. ما تنسوش تشتركوا في القناة يا جماعة وتدعموني. مع السلامة.